المخرجة إيناس الدغيدي رجعت تتصدر الترند تاني، ولكن المرة دي مش بسبب تصريح مثير للجدل ولا ظهور جريء زي ما متعودين منها. المرة دي علشان فرحتها الشخصية. المخرجة الجريئة اللي دايما كسرت التقاليد احتفلت بعقد قرانها في أجواء راقية جدا ومليانة بهجة. الاحتفال كان بسيط بس في منتهى الأناقة، واتعمل في مكان راقي في القاهرة بحضور نخبة من صديقاتها المقربات من الوسط الفني زي إلهام شاهين وهالة صدقي وبوسي وغيرهم من الفنانات اللي ليهم معاها 10 سنين طويلة. واللي لفت الأنظار مش بس خبر الجواز، ولكن كمان إطلالة إيناس الدغيدي اللي خطفت الأنظار بجد. كانت لابسة فستان شيك جدا بسيط لكن أنيق، وتسريحة شعرها كانت كلاسيك وراقية جدا، ووشها كان مليان سعادة وبهجة. ناس كتير علقت وقالت إنها بانت كأنها عروسة في 20 من عمرها، وده برغم إن عمرها تعدى 72 سنة. بس واضح إن السعادة فعلا بتغير الملامح وبتخلي البني آدم يرجع صغير من تاني. ومن اللقطات اللي انتشرت على السوشيال ميديا ظهرت إيناس وهي ماسكة إيد عريسها في لحظة رومانسية جدا، وسط تصفيق وفرحة من أصحابها اللي كانوا فرحانين بيها جدا، واللي ما سابوش الفرصة غير لما باركولها بحرارة. إلهام شاهين كانت أول واحدة بتهنيها وقالت إن إيناس تستحق تكون سعيدة لأنها إنسانة قوية وبتحب الحياة ودايما عندها طاقة إيجابية. أما هالة صدقي فكانت ضحكتها طالعة من القلب وقالت أهو الحب ملوش سن فعلا، وكل واحدة ليها نصيبها في الوقت اللي ربنا كاتبه. والمتابعين على السوشيال ميديا تفاعلوا بشكل كبير جدا مع صور الحفل، وانهالت التعليقات اللي كلها حب ودعوات. ناس قالت فرحنا لك يا إيناس تستاهلي كل خير، وناس تانية علقت بطريقة طريفة وقالت اللي قال الحب للمراهقين واضح ما شافش إيناس الدغيدي النهارده. والملفت كمان ان بعض المتابعين اتكلموا عن شخصية إيناس القوية، وانها طول عمرها مستقلة وما كانتش بتخلي رأي الناس يحدد خطواتها، وان قرارها بالزواج في السن ده هو دليل جديد انها ما زالت مؤمنة ان الحياة ليها طعم في اي وقت. وفي وسط كل ده كان في لقطات بتجمعها بصديقاتها اللي شاركوها الدموع والضحك في نفس الوقت. دموع فرح طبعا لانهم عارفين كويس قد ايه ايناس مرت بتجارب كتيرة في حياتها سواء على المستوى المهني او الشخصي، والنهارده كان يومها تعيش لحظة من لحظات السعادة اللي يمكن كانت مستنياها من سنين. وفي النهاية الكل اتفق ان إيناس الدغيدي فعلا كسرت القاعدة من جديد، المرة دي مش بفيلم او فكرة جريئة ولكن بخطوة شخصية جدا، خطوة فيها حب وتفاؤل وأمل. ويمكن نقول إنها أثبتت فعلا إن الحب ملوش سن ولا توقيت ولا شروط، المهم إن القلب يصدق. ويمكن حكاية إيناس الدغيدي تكون رسالة لكل ست إن السعادة ممكن تيجي في أي وقت، بس لازم تكوني مستعدة تستقبليها.